العاشرة تماما بتوقيت أسمر. إلى حضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، مستهلة إياها بالعناوين. تطور التنمية المروية في إقليم عنسبة. تدريب العمال في مصوع. مراكز النصح الصحي للمراهقين في إقليم عنسبة. تركيا تشن ضربات جوية على مناطق سيطرة الأكراد لأول مرة منذ 17 شهراً. وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كابل في زيارة غير معلنة. وروسيا تجري تدريبات عسكرية في شبه جزيرة القرم. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلن مكتب وزارة الزراعة في إقليم عنسبة أن حوالي 100 من البنى التحتية للزراعة المروية المشيدة في الإقليم تسهم لتطوير التنمية الزراعية ورفع الإنتاج. وذكر مسؤول حماية التربة وحفظ المياه والتنمية المروية في المكتب السيد زرعي نور أن البنى التحتية المروية العشرين التي كانت قبل الاستقلال في كرن وعلى برعد وعتكلزان فقط أضيفت إليها في سنوات الاستقلال 80 بنية تحتية زراعية للري في جميع المديريات. وقال إن هذه البنى التحتية الزراعية تشمل السدود الصغيرة والحفاير والمجاري التحويلية لتنمية مساحة 2243 هكتار. وأشار إلى اتخاذ مبادرات لبناء المدرجات والحواجز المائية الترابية والحجرية لمكافحة انجراف التربة والحد من الدمار الذي تحدثه السيول. وأوضح أهمية حماية التربة وحفظ المياه لرفع الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى بناء المدرجات في مساحة أكثر من 25 ألف هكتار وإصلاح مساقط المياه في مساحة 154 ألف هكتار ليرتفع بذلك الإنتاج الزراعي من 40 إلى 60%. وأفاد المكتب بأن السدود الصغيرة تمتلئ سريعا بالطمي ويجب إصلاح مساقط المياه للحد من ذلك. نظمت الكونفدرالية الوطنية للعمال دورة تدريبية ل 154 عامل، بينهم 44 امرأة من 42 مؤسسة في مركز تدريب العمال المهني في مدينة مصوع ل7 أشهر في مجالات الكمبيوتر والإلكترونيات والكهرباء وأجهزة التسخين والتبريد وشبكة الكمبيوتر والحدادة والنجارة. وفي مناسبة التخريج التي حضرها رئيس الكونفدرالية الوطنية للعمال السيد تخسته بايري، قال نائب مدير مركز التدريب المهني للعمال المهندس أخليلو أسمروم إن الكونفدرالية تقود بدور مشهود لبناء القدرات البشرية الممنوحة الاهتمام الكبير على مستوى البلاد، مؤكدا تحقيق مركز التدريب المهني للعمال في مصوع إنجازات ملموسة لتدريب العمال سنويا. وذكر أن مركز التدريب بدأ في 3 مجالات وتطور ليقدم التدريب حاليا في 7 مجالات بمعدات متطورة. وأشادت ممثلة المتدربين باهتمام المدرسين لنقل المعرفة والمتدربين لاكتساب المعرفة، مؤكدة بأنه سيسهم كثيرا في الأنشطة التنموية. وقالت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة في ختام الدورة التدريبية إن العمل جاري بمنح الاهتمام الكبير لتنمية القدرات البشرية وخاصة في الشباب لتحقيق هدف إحلال العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وأن التدريب المقدم من مركز التدريب المهني للعمال جزءا من ذلك. وقدم في المناسبة عرضا بالفيديو لأنشطة المتدربين وعرضا لمنتجاتهم. ونظم مركز تدريب العمال في مصوع دورات تدريبية للعمال في مختلف مؤسسات إقليم شمال البحر الأحمر في 3 دفعات ل 462 عامل منذ عام 2017. بدأت مراكز تقديم الخدمات التوعوية الصحية للفتيان والفتيات من عمر 10 وحتى 24 عاما تسير أنشطتها في إقليم عنسبة. وقال مسؤول الإنجاب الصحي في مكتب وزارة الصحة في إقليم عنسبة
السيد تخلة تصفى مريم إن الهدف من البرنامج تقديم النصح الصحي للشباب للحيلولة دون تعرضهم لمشاكل صحية دفعا بالتغيرات الهرمونية. أوضح أن خدمات التوعية الصحية التي بدأت في كرن وعلى برعد وعتكلزان وحقاد تركز على المصاعب الصحية التي تواجه فرديا الفتيان والفتيات، وتقديم الدعم الصحي اللازم والحصول إذا لزم على الإسعافات الصحية. وقد جرت أنشطة توعوية في أوساط الشعب والطلاب مسبقا لتحقيق هذا الهدف. وذكر أن فترة المراهقة حساسة ويجب مراعاتها بحذر خاصة في المجال الجنسي والإنجاب، ومن المهم تقديم النصح الصحي من ضغوطات وتأثير الزمالة والبيئة وضمان مستقبلهم وفرصهم. وعلم أن العمل الجاري لتوسيع هذه الخدمة الصحية إلى كافة المديريات بتطويرها بالمعدات والقدرات البشرية. وأوضح السيد تخلة الأهمية الكبيرة للأسرة والشركاء الآخرين لمكافحة الأضرار التي قد تحدث نتيجة ضغوطات الزمالة ودفع التغيرات الهرمونية، داعيا الأسر التفاكر مع أبنائها وضمان مستقبلهم. طالب المزارعون في منطقة فاطمة عري بمديرية فورو إقليم شمال البحر الأحمر الحصول على الإرشاد المهني الزراعي ودعم إدارة المديرية لرفع إنتاجهم الذي أخذ في الانخفاض. أوضح المزارعون بأن تنمية البساتين بدأت عام 2010 بقدرات محدودة، وتطورت بعد ذلك نتيجة الدعم والتوجيه المهني. وزارع التمور والبرتقال بالشتول المقدمة من وزارة الزراعة، لكن الزراعة تضررت لازدياد ملوحة التربة. وأوضح مساعد مدير ضاحية روبا حداس الحاج سعد بروليه أن تنمية البساتين أظهرت تطورا كبيرا في وقت وجيز، لكن ازدياد ملوحة التربة حاليا أثر سلبا على الزراعة ويحتاج العمل لحل مهني وإداري. وذكر مسؤول الزراعة في المديرية السيد تسفاي تولدي أن الإنتاج الزراعي في فاطمة عري انخفض لملوحة التربة. يقوم السكان في صلالة بمديرية لوغو عنسبة بحل نقص الفصول الدراسية في المدرسة الابتدائية وجعلها تقدم التعليم للمرحلة المتوسطة. وقالت مديرة الضاحية السيدة محرت والدة جبريل إن الطلاب سيضطرون للذهاب إلى مقاركة لمسافة 11 كيلومتر بعد إكمال المرحلة الابتدائية لتلقي التعليم المتوسط، ويتسبب ذلك في مقاطعة التعليم، معربة عن أملها لانتقال المدرسة إلى المرحلة المتوسطة بعد إكمال بناء الفصول الدراسية. وتفقد مدير مديرية لوغو عنسبة السيد أبراهام حاغوس أعمال البناء في المدرسة، وأشاد بالمبادرة داعيا الإسراع بصورة مماثلة في بناء السد الذي أعدت خريطته وسلمت للقرية، ويسكن طلالة حوالي 856 فرد. أيها السادة والسيدات، هذه كانت أخبارنا المحلية، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. شن الطيران التركي غارات على قرية صيداء قرب مدينة عين عيسى الخاضعة لسيطرة القوات الكردية شمال سوريا، بينما تشتد المعارك بين الجانبين على الأرض في محيط المدينة الاستراتيجية. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هذه القارات هي الأولى من نوعها منذ عملية نبع السلام قبل 17 شهرا. وقال المرصد استهدفت طائرة حربية تركية مواقع عسكرية لقوات سورية ديمقراطية في قرية صيداء بريف عين عيسى شمال رقة. وهذه العملية التي توقفت بعد اتفاقين تفاوضت عليهما أنقرة مع واشنطن ثم مع موسكو، كانت قد سمحت لتركيا بالسيطرة على مناطق حدودية بطول نحو 120 كيلومتر وعمق 30 كيلومتر، لكن عين عيسى ومحيطها بقيت في أيدي القوات الكردية. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية،
امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي تصنف تركيا وحلفائها الغربيون على أنها منظمة إرهابية. وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى العاصمة الأفغانية كابول في زيارة لم يعلن عنها من قبل وفق ما أفاده مصدر أفغاني. وبحسب مصادر في الخارجية الأفغانية فإن أوستن سيلتقي الرئيس الأفغاني أشرف غاني ومسؤولين آخرين. وتأتي زيارة أوستن في وقت تراجع فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاتفاق الأمريكي مع حركة طالبان الذي أبرم في الدوحة العام الماضي. هذا وناقش وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اجتماع مع نظيره الهندي راجنات سينغ اعتزام الهند شراء نظام الدفاع الجوي الروسي S-400، وجدد القول إن على حلفاء الولايات المتحدة عدم شراء العتاد الروسي لتجنب القوات الأمريكية. تأتي زيارة أوستن للهند وهي الأولى التي يقوم بها عضو بارز في إدارة بايدن في إطار مساع لتشكيل تحالف للبلدان التي تهدف إلى التصدي لنفوذ الصين في المنطقة. نشرت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا مقطع فيديو يصور تدريبات عسكرية برية وجوية أجرتها القوات الروسية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها من أوكرانيا. وأجرت القوات الروسية مناورات برية وجوية واسعة النطاق، حيث استولت قوات المظللين ستافروبول على طائرة العدوى الوهمي التي تم نقلها جواً، والتي عقبتها تدريبات واسعة النطاق للقوات المحمولة جواً وفوج المدفعية التابعة لوحدة نوفورويسيسك. وضمت روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014، وشجعت ضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على روسيا. عقب ذلك تراجعت العلاقات الغربية مع الكرملين إلى أسوأ مستوياتها منذ الحرب الباردة. والخبر الأخير في هذه النشرة، حيث أدت كميات الأمطار القياسية التي هطلت في جنوب شرق أستراليا إلى فيضان السدود، ودفعت السلطات إلى القيام بعمليات إجلاء واسعة. وتستعد مدينة سيدني لمواجهة أسوأ فيضانات منذ عقود. وأمرت إدارة الطوارئ سكان المناطق المنخفضة في أجزاء من المدينة بالابتعاد بسبب وضع يمكن أن يهدد الحياة في ولاية نيو ساوث ويلز. وقالت السلطات إن السد وارغامبا الذي يؤمن جزءا كبيرا من مياه الشرب لسيدني فاض، ومن المتوقع حدوث فيضانات بأعلى مستوى منذ 1961 في نهر هوكسبيري. وجرت عمليات إجلاء عديدة مع ارتفاع منسوب المياه، وقد يطلب من نحو 4000 شخص إضافي مغادرة منازلهم في الأيام المقبلة. وتلقت إدارة الطوارئ أكثر من 7000 اتصال طلبا للمساعدة، ونفذت 650 عملية إنقاذ، وقد اضطر لطلب تعزيزات من ولايات أخرى. وبهذا وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا المساء، قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا. أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.